صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل وصفة كيك حلوة قوي، طعمها حلو قوي، عاملها ميكس ما بين الفانيلا والشوكولاتة، وكمان هجرنشها من بره بالشوكولاتة، هتعجبكم قوي، تابعوا معايا الفيديو للآخر. ومعايا كوبايتين دقيق مخصص للكيك او متعدل الاستخدام، اي حاجه موجوده عندكم. ومعايا كوبايه واحده من السكر، معايا 3 بيضات، ومعايا حوالي كوبايه الا ربع من الحليب، ومعايا 250 جرام من الزبده عليها زيت. الميكس ما بين الزبده والزيت هيخلي طعمها حلو قوي. ومعايا معلقتين من الكاكاو، وهنحتاج كيس واحد من البيكنج باودر وكيس واحد من الفانيليا. يلا بينا نبدا بالتحضير. انا هضرب كل حاجه في الخلاط، ممكن تعملها بمضرب البيت او بالعجان، بس النهارده هعملها في الخلاط. هبدا احط 3 بيضات في الخلاط، وهبدا ضرب البيض في الخلاط من دقيقتين ل3 دقايق لحد ما البيض لونه يفتح شويه. وبعد كده هنزل بالسكر تكمل ضرب مع البيض. بعد كده هنزل بنص كميه الدقيق تكمل ضرب مع البيض والسكر. وهنا هنزل بنص كميه الزبده مع الزيت على باقي الخليط. وهنا هنزل بكيس الفانيليا ومعاه كيس البيكنج باودر، واكمل خلط. هنزل بباقي كميه الزبده اللي موجوده معايا، وباقي كميه اللبن اللي موجوده معايا كلها. وهنا هنزل ببقيه كميه الدقيق اللي موجوده معايا كلها وكمان. وكده يعتبر الخليط معايا جاهز خلاص. وهنا الخليط معايا جاهز، هقسمه النصين، نص اخليه زي ما هو فانيليا، والنص التاني هحط عليه معلقتين الكاكاو اللي كانوا محضرينهم من الاول. وهنا يبقى نص الخليط التاني اللي معايا اللي بالكاكاو خلاص. هبدأ احضر البايركس بتاعي، هحط نص كمية الفانيليا من تحت، وهنا احط الخليط اللي بالكاكاو 3/4 الكمية، وهنا ارجع احط بقية كمية الفانيليا كلها اللي موجودة معايا. بصراحة هنا كان فاضل اخر شوية من كمية الكاكاو اللي فاضلة معايا، فحبيت احطهم على الوش كده تديلها اي شكل. وهنا يكون معايا الخليط جاهز. هبدأ ادخلها الفرن على درجة حرارة 180 من 35 ل 40 دقيقة، لحد ما ادخل فيها الشوكة كده لحد ما تطلع الشوكة نضيفة ما فيهاش اي حاجة خالص. وهنا خرجت الكيكة وشكلها كان تحفة وريحتها جميلة جدا بصراحة. وهنا انا كمان هحضر صوص شوكولاتة احطه عليها من الوش. صوص الشوكولاتة دوت عملته من شوكولاتة خام، وحطيت عليه معلقة واحدة من الزبدة ومعلقتين من الحليب، وحطيتها الكمية كلها كده على الوش، وده كان شكلها. هبدأ ادخلها التلاجة حوالي نص ساعة بس بالظبط. كده شكل الكيك بعد ما خلص شكلها رهيب وشكلها حلو قوي. تعالوا ندوقها مع بعض كده ونشوف طعمها عامل ازاي. طعمها حلو قوي، تورتة الشوكولاتة اللي عليها من فوق عطاله طعم احلى. جربوا الوصفة ديت هتعجبكم ان شاء الله. ولو بتتفرجوا لحد هنا احب اقول لكم شكرا. متنسوش تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك وعلى الانستجرام.